عمرك تخيلت ان لعبة من العاب سبايدر مان القديمة جدا جدا اللي بقالها 20 سنة ممكن تكون سبب في العاب سبايدر مان الحديثة دلوقتي واللي احنا بنشوفها واللي طبعا انبهرنا بيها وانبهرنا بالقصة بتاعتها؟ تعال اكلمك النهاردة في الفكرة دي. في فكرة فيديو النهاردة انا كنت بلعب لعبة اسمها سبايدر مان التيمت باور. لعبة جميلة جدا، يعني مبكسلة شوية، ما فيهاش غير جامب ان فايت بس، يعني بتضرب وتنط بس، ما فيهاش طبعا لا يمين ولا شمال، هي بتضرب وتنط بس. لعبه لذيذه كده على السريع، يعني ختمتها من وانا صغير وختمتها تاني دلوقتي. بس وانا بلعب اللعبه دي اكتشفت حاجه غريبه جدا جدا، هوريك دلوقتي بس ايه اللي انا اكتشفته وشوف هل انت برضو هتاخد بالك ولا لا. شوف كده. طيب اديك بصيت دلوقتي وشفت، هل لاحظت حاجه؟ للي ما لاحظش حاجه هقربها لك يا عم اكتر، يلا. لاحظت حاجه؟ اكيد يعني ما فيش كلام. الشخصيات اللي انا لاحظته ان الشخصيات اللي في لعبه سبايدر مان التيمت باور هي بالظبط، او يمكن تكون اصلا هي مستوحاه من اللعبه دي في اللعبه الصغيره دي. بجد حاجه غريبه جدا. يعني مثلا اخش لك في اول شخصيه، وهي الشخصيه اللي لابسه اسود اللي انت شايفه دلوقتي قدامك على الشاشه. مش ملاحظ حاجه؟ مش ملاحظ ان مكتوب على الشخصيه دي مايلز موراليس؟ مش هي دي لعبه مايلز موراليس اللي احنا لعبناها واللي نزلت اعتقد من 5 سنين باين، حاجه زي كده، نزلت في 2020 حاجه زي كده. مش هي دي برضو مكتوبه مايلز موراليس؟ مع ان ساعتها ما كانش اصلا ما تعرضش اساسا حاجه زي كده، ما تعرضش فكره انه يكون في سبايدر مان تاني او حاجه زي كده. وهتلاقي كمان تحت الاسم الشخصيه هتلاقي تحتها كل الصفات بتاعتها. طب ازاي؟ هل مثلا في حاجه غريبه؟ هل مثلا اللعبه دي ليها علاقه بالالعاب الجامده والكتيره جدا اللي في الفتره اللي فاتت دي؟ انا ما اعرفش، بس هنشوف النهارده يا ترى بتفكر مارفل في ايه، يعني فكرت مارفل في ايه لما عملت الالعاب الكبيره دي، وممكن يكون برضو السبب حاجه تانية. طيب هنخش في شخصيه تانية، وانا متاكد مليون في الميه ان الشخص اللي هيشوف الشخصيه اللي هتظهر دلوقتي قدامه على الشاشه خلاص هيتاكد من كلامي وش. بص كده. زي ما انت شفت كده، هي الشخصيه بتاعه سبايدر مان 2 اللي في بلاي ستيشن 5. طبعا اتفرجت على الفيديو بتاعها يطلع مليون مره، واتفرجت على التختيم بتاعها برضو يطلع مليون مره، ويوتيوبرز كتير كمان ختموها. بس يا ترى ازاي تبقى لعبه مبكسله ملهاش اي 30 لازمه؟ بالصراحه هي اللعبه حلوه، بس يعني انا بقول ان هي لعبه صغيره مقارنه بالالعاب اللي احنا بنشوفها دلوقتي، صح؟ اكيد انت معاك موافقني في حاجه زي كده. طيب انا عندي نظريتين هكلمكم فيها دلوقتي. اول نظريه هي ان مارفل يعني كانت عارفه اساسا ان كل ده هيحصل، ان يعني اسمه ايه ده، انه الالعاب دي كلها اصلا هم مجهزين السيناريو بتاعها ومجهزين كل حاجه ومجهزين السيناريو بتاعها وعارفين ايه اللي هيحصل، وكمان مجهزين الالعاب اللي هتنزل وعارفين امتى بالظبط الالعاب دي هتنزل. يعني ممكن يكونوا اساسا هم عارفين الالعاب دي امتى هتنزل وامتى الناس هتلعبها وفي سنه كام. ممكن اساسا الالعاب دي تكون معموله جاهزه وخلاص، هي جاهزه خلاص ان هي تنزل، بس عايزين يشوقوا الناس، يقول لك مثلا الناس اتحمست وبقى في تفاعل كبير جدا 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 ومستنيين على نار. طب ازاي من 20 سنه هم عارفين حاجه زي كده؟ اكيد يعني ما كانش عندهم يعني التكنولوجيا الكبيره دي. مش عارف الصراحه، قول لي رايك. النظريه الثانيه ان هم يعني حطوا اسامي كده وخلاص، يعني ده مثلا مايلز موراليس، ده سبايدر مان مش عارف ايه، واستلهموا منها افكار الالعاب. يعني مثلا بصوا على كده، قال يعني مثلا شخصيه سيمبيوت اللي هي الشخصيه البيضه دي، ممكن يكونوا مثلا قالوا احنا ناخدها ونخليها بعد ما مش عارف، انت عارفين الشخصيه ظهرت امتى بالظبط في اللعبه؟ شخصيات كتيره جدا، والشخصيات اللي هتبهرك بجد انه ازاي تكون موجوده حاجه زي كده. الحاجه الوحيده اللي علقت معايا وخلتني افتكر حاجه زي كده، يعني انا ممكن اساسا لو الشخصيه دي ما تبقاش مش موجوده من اصله، ممكن انا يعني ما كنتش خدت بالي. هتتفاجئ من الشخصيه دي، هي شخصيه الخنزير سبايدر هام.
الشخصيه دي ظهرت في فيلم سبايدر مان اللي كلنا اتفرجنا عليه طبعا، الكرتون ده، يعني اكيد اتفرجنا على الفيلم. ففي الشخصيه دي كانت موجوده في الفيلم من ضمن الخمس شخصيات باين سبايدر مان اللي كانوا في الفيلم، صح؟ كانوا 5 شخصيات حاجه زي كده، يعني كانت من ضمنهم. وكانت اللي هي الشخصيه الفن اللي بتضحك الكرتون دي. طب ازاي يبقى في حاجه زي كده؟ يعني ازاي يكون في صدفه؟ دي صدفه، ده مستحيل يكون صدفه. وده بياخدنا للنظريه الاولى، انه اصلا هم كانوا مجهزين كل حاجه هتحصل، وعارفين انه اللعبه دي هتنزل سنه كذا وهتعمل. بس اللي مفاجئني، هتقول لي طبعا طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله في انهم يكونوا مجهزين للعبه او مثلا شغالين عليها؟ يعني عادي. هقول لك ازاي في سنه 2005. لان في سنه 2005 كان ساعتها بينزل العاب اكترها مبكسله، يعني اكترها زي كلها مبكسله. والدليل على كده هي لعبه سبايدر مان التيمت باور. طب ازاي يكون عندهم اللعبه الجامده دي والشخصيات الجامده دي والسيناريو الجامد ده من لعبه من 2005؟ وده بياخدنا للنظريه رقم 3، انه اللعبه دي ذات نفسها تكون من يعني تكون من المستقبل، او هم مجهزينها من زمان. طبعا يعني ده مستحيل، يعني ده حاجه مستحيله. تمام؟ اللعبه ازاي جايه من المستقبل؟ انا بس بقول لك كده في عنوان في عنوان الفيديو عشان توصل لك الفكره معايا، فاهمني؟ بس يا ترى اللعبه لها علاقه بيهم ولا دي مجرد صدفه وهم بس خدوا الشخصيات منها وخلاص وحطوها؟ انا مش عارف، بجد مش عارف. يعني انت مثلا لو كنت عملت اللعبه دي اللي هي اللعبه القديمه اللي هي سبايدر مان التيمت باور، لو كنت عملتها بعد ما الالعاب الجامده دي نزلت، ما كانش حد يقول لك حاجه، ما كانش حد يقول لك انت ازاي ومش عارف ايه وازاي الشخصيات الجامده في اللعبه دي. لا، هتكون الشخصيات عادي مستوحاه من الالعاب الكبيره دي. بس ازاي تكون اللعبه دي نازله قبل دي تانية؟ قول لي برضو لو عندك وجهة نظر تحت في الكومنتات. هسيب لك رابط تحميل اللعبة سبايدر مان التيمت باور تحت في الكومنتات لو عايز تلعبها. لعبة جامدة جدا جدا، كنت بلعبها من وانا صغير، مش اعلان ليها، انا بس ايه يعني عشان اللعبة عجباني بصراحة، واللعبة جامدة جدا يا جماعة والله. انزل تحت في الكومنتات لو عايز تحملها، هسيب لك الرابط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول برضو تحت في الكومنتات رأيك ايه في الموضوع ده، او عندك نظرية مؤامرة مثلا في حاجة زي كده. والسلام عليكم.